بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هداه الله وكرمه وعززه وأرضاه. إزاي أقيم نفسي في علاقة؟ إزاي أجيب الدرجة النهائية؟ إزاي أعرف أحسم الوضع اللي أنا فيه في هذه العلاقة؟ إزاي أقيم علاقتي؟ مانيش عارفة ومحتارة. أنا في علاقة مش متظبطة، مش لاقية فيها نفسي، مش حابة الوضع اللي أنا فيه. أنا حاسة كل يوم إني بنقص مش بزيد، حاسة إن الدنيا بتضلم عليا مش بتنور، حاسة إن أنا بخس مش بقاوم، مش قادرة أقف على رجليا. اليوم الجديد بحس إنه من زمان وقديم قوي، ومانيش لاقياله لو نور أو بس شعاع يضيء فيه الحياة. طيب أنا عايز أوصل لنتيجة صحية ومرضية لعلاقة أنا كتير فيها تعبت وكتير مؤذية، العلاقات السامة المؤذية النرجسية. طيب أعمل إيه يا ترى؟ أول حاجة هبتدي فيها بنفسي. تاني حاجة أشوف العلاقة اللي أنا فيها دي عمرها الافتراضي قد إيه. تالت حاجة هعمل تقييم لروحي واشوف مدى الاستفادة ومدى وجهة نظر الضرر اللي عليا. يعني انا في حيرة من امري، مش عارفة اخد قرار سليم. يا ترى اتطلق؟ طب انا عندي عيال، العلاقة مش مريحاني، انا احساسي من جوه روحي تعبانة، عقلي وقلبي في ما بينهم تضارب كبير، في حرب قايمة جوه جسدي ما بين روحي ونفسي وعقلي، ومش عارفة أوصل لنتيجة. معايا أولاد وعدد، سواء 2 أو 4 أو 8 أو 6. ما معايش فلوس، أو معايا بس حبة الصغيرين وشايلة هم المستقبل. طيب أنا مضطرة أقعد في العلاقة ده بالرغم إن أنا مش مستفيدة فيها أي حاجة في الحياة عشان خاطر عيالي؟ هل لو أنا كملت في حمولة وطاقة، ولا طاقتي نفذت خلاص؟ طب لو طاقتي نفذت وأنا هنا مستمرية عشان خاطر حاجة حلوة اسمها التضحية، أنا بضحي عشان خاطر عيالي، فأنا بقدم نفسي كبش فدا عشان خاطر أولادي. أي نعم، التضحية مش وحشة، بس مش بتضحية النفس كاملة، خير الأمور الوسط. وأنا لو مش هستقيم وهقوم نفسي يبقى عندي كرامة وعزة، أنا عيالي مش هيحترموني، بل بالعكس ده هيقللوا مني وعمرهم ما هيقدروا يقدروني. طيب أعمل إيه؟ أنا محتارة. أسيب البيت وأمشي؟ ما أنا خلاص وصلت للمنتهى، النهاية خلاص قربت عليا، حاسة إن أنا بموت كل يوم، ما بيطلعش عليا نهار. نهار ربنا ماشي بنظام، بس حياتي أنا ما فيهاش أي نظام. واجعني العيال وقلة المال، أعمل إيه؟ لحد هنا نقطة ومن أول السطر واسمعوني. أول حاجة الأرزاق بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وفي مقولة قالت لي ما انساهاش أبدا: مات الأكال باقي الرزاق. يعني الإنسان لما بيموت اللي هو الراجل، الست في مجتمعنا بيقولوا بتتبهدل. لا، هي الست بتبقى قاعدة في العلاقة ومتبهدلة، عشان يكون في معلومكم. مش شرط ان لما جوزها بيموت بتتبهدل، بل بالعكس، ده لما بتموت بيبقى رزقها في ايد ربنا. لما بيبقى رزقها في ايد ذكر ملوش اي لازمة ويتحكم فيها وياخد اكلها وياخد شربها واكل اولادها وشرب اولادها ولبس اولادها، وسارق سعادتها وسارق فرحتها، ومضلم عليها حياتها وهينها قدام اهله وهينها قدام الناس، وبيرسم صورة خارجية غير الداخلية، دي الإهانة في حد ذاتها. دي مش سترة، دي مش سترة.
ده قمة القذارة وقلة الأدب اللي بتحصل في إهانة النفس واللي يرضى بيها. طيب الحل برضو عايزين نحلها. يبقى أول حاجة أنا هقيم العلاقة دي، هشوف أنا قاعدة في العلاقة دي، أول حاجة قيمها نفسي وذاتي. لأن أنا لو مش واقفة على رجليا وانت مش واقفة وانت مش واقف، مش هيكون لكم واقفة فيما بعد. محدش هيسندك بعد ربنا إلا نفسك. أنا ضد مقولة العيل سند. لا المال سند ولا العيل سند ولا الأب سند ولا الأخ سند. ده من وجهة نظري أنا الشخصية. ربما حد يتعارض معايا ويقول لا ده سند. الناس اللي ربنا جعل لهم أولياء أمورهم وأبهاتهم سند، يا رب يزيدهم من نعيم الله ويرزق من لا يكون له سند أن يكون الأب والأم والأخوات والأقارب هم السند. بس أنا من وجهة نظري بعد الله عز وجل سندك نفسك، صحتك هي اللي سندك. لأن لما بنجيب الأولاد بتبقى من الصحة، يعني بنهدر الصحة وبنجيب الأولاد عشان نقول خليهم سند. أنا معايا السند الرئيسي والأولاني اللي هو رب العالمين، وبعد رب العالمين نفسي. لأن لما ربنا قال ولنفسك عليك ولربك عليك حق ولنفسك عليك حق، بعد ربنا ما ذكر حقوقه ذكر نفسك انت، لأن هي معادلة. الإنسان لو ما قيمش نفسه وذاته وقف على رجليه مش هيعرف إن حد